السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا نسيبنا من الحلويات شوية ونخش في الحوادق. اول حاجة في الحادق النهاردة هنعمل تتبيلة للمحشي. بهارات المحشي دي حاجة اساسي، وبما ان احنا في الشتاء وداخل علينا رمضان فالمحشي ده طبعا اساسي عندنا. الصينية القمر دي هنعمل بيها احلى بهارات للمحشي. هنسمي الله. معايا 4 معالق كبار من الكزبرة الحصى، وزيهم من الكمون الحصى، وزيهم من الفلفل الاسمر الحصى برضو، وكمان 4 معالق كبار من الكوبيبة الصيني، وناخد بالنا ان في فرق بينها وبين الفلفل الاسمر في الحجم وفي الريحة. و4 معالق كبار من زر الورد، وضروري يكون لونه مزهزه بنفس الشكل كده، وتكون ريحته طالعة وحلوة. معلقة كبيرة من القرنفل، معلقة كبيرة من الحبان، هو حوالي 20 فص كده، معلش هو غالي شوية. و10 ورقات من اللورة، ومعدين من القرفة الخشب. ودي جوزة الطيب تقدري تستغني عنها، لكن انا بصراحة هحمصها معاهم وهاخد اقل من الربع. احط كل المكونات دي على بعض في صينية ألمونيوم، وادخلها فرن يكون سخن على درجة حرارة عالية لمدة من 5 دقايق ل7 دقايق مش اكتر. ما تسيبيش البهارات بتاعتك تتحمص وتغمق، انا عايزاها تسخن قوي عشان الرطوبة اللي فيها تطلع، وريحتها كده تفحفح، وكمان تكون سهلة معايا في الطحن. بعد كده هطلعها واسيبها دقيقتين بالظبط تهدى، عشان اطحنها وهي دافيه، مش وهي سخنه قوي عشان ما تبوظش معايا المطحنه بتاعتي. دي مطحنه الخلاط الصغيره العاديه جدا اللي احنا بنستخدمها. تقدري تطحنيها وش واحد او وشين، انا بصراحه بطحنها وشين. ده اول وش اهوت هوريهولكم، يعني تقدري تقفي عنده خلاص، لكن انا بطحنها كلها وبرجع اعيد عليه كل ده تاني. عايزه اقولك ان مجرد انها ريحتها بتطلع في الفرن بتبقى رهيبه، واول ما بتطحن بتقلب ريحه البيت كله. لكن انت تخيلي بقى لما بتتحط على المحشي بتكون عامله ازاي. انا هسيب لكم في صندوق الوصف لو انت حابه تعملي كميه قليله، لان طبيعي الصينيه دي كميتها كبيره فتكلفتها عاليه في الوقت الحالي. هنعبيها كلها بقى في برطمانات ونحفظها، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا، مش هتستغنوا عنها ابدا ابدا.